الإعلام بقى ليه تأثير دلوقتي عامل بالظبط زي تأثير الرصاص، تأثير حقيقي وملموس. البعدة قدروا إن هم يعملوا محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة احترافية جدا، يقدر إن هو يضغط على مشاعر وأحاسيس الناس ويشحنهم ضد نوع معين من الناس اللي هم العرب من الاخر يعني. والحقيقه عملوا المحتوى بصوره صايعه جدا، وعملوا التارجتنج بتاع المحتوى بصوره اصيع. يعني المحتوى ده مش بيوصل لك انت ولا بيوصل لي انا، ده بيوصل للاجانب اللي هو غالبا عارف ان هو ممكن ياثر على رايهم. بنتكلم على عمليه غسيل مخ بتحصل على نطاق عالمي جدا، وفي المقابل احنا بنعمل محتوى غلبان يا دوبك بيوصل للناس اللي موجودين حوالينا. بسبب غسيل المخ اللي بيحصل ده بقى في حاله شحن معموله للناس، خاصه للناس اللي موجوده في اوروبا وامريكا. فتلاقي ان واحده محجبه ماشيه في الشارع وحد بيزعق لها وبيشخط فيها، او حد بيزعق لواحد عشان شكله عربي. ليه؟ لان هم شافوا فيديوهات بتضغط على مشاعرهم واحاسيسهم وبتشحنهم تجاه احنا العرب، وتقول ان احنا ناس ارهابيين والى اخره. صناعه المحتوى مهمه جدا، محتاجين ان احنا نطلع جيل من صناع المحتوى قادر على صناعه المحتوى بصوره احترافيه جدا، يمكن احسن حتى من المحتوى اللي هم بيعملوه، عشان نقدر بس ان احنا نوازن الكفه بتاعه الموازين بتاعه غسيل المخ اللي هم بيعملوه، او حتى ان في يوم من الايام احنا نغلب ويبقى المحتوى اللي بيطلع من عندنا اقوى وبينتشر بصوره احسن. الحقيقه انا بقالي سنه بجهز كورس صناعه المحتوى الهادف. لو تعرفني من على وسائل التواصل المختلفه هتعرف ان انا عندي مثلا على التيك توك 1,400,000 متابع، وعلى المنصات المختلفه عشرات او مئات الالاف من المتابعين. خلاصه الخبره بتاعتي دي ازاي قدرت اوصل من 0 متابعين الى 1,000,000 متابع، خلاصه الخبره دي انا جمعتها في كورس قسمته على 3 مراحل، كورس تفصيلي في تمارين في متابعه في كل حاجه انت ممكن تتخيلها. وكانت الخطه بتاعتي ان انا هنزل الكورس ده بفلوس بصراحه، لان انا تعبت جدا فيه وبقالي سنه بجهز فيه، واتعرض عليا كذا عرض حد ياخد مني حقوق الملكيه بتاعه الكورس. لكن مؤخرا الاسبوع اللي فات قررت ان الكورس هينزل مجانا 100%. الكورس بياخدك من البدايه لحد الاحتراف، وازاي حتى ان انت تكسب فلوس من السوشيال ميديا. لكن في شرطين موجودين عندي مش هقدر استغنى عنهم. الشرط الاول انك وانت بتاخد الكورس دايما تسال نفسك ازاي اقدر ان انا استخدم المعلومات اللي انا بتعلمها دي عن صناعه المحتوى، واقدر ان انا اساعد وادعم بيها القضيه. ده الشرط الاول. الشرط الثاني، لما تبدا ان شاء الله تكسب فلوس من السوشيال ميديا ويبقى في ارباح محترمه بتجيلك، حدد نسبه ولو نسبه صغيره جدا. باستخدام النسبه دي تقدر ان انت تساعد اخواتنا اللي محتاجين يعني اشد المساعده، اكل وشرب وغذاء وكل حاجه انت ممكن تتخيل. دول الشرطين. تفاصيل الكورس، تشترك فيه ازاي، هتاخده امتى، اللينكات، المتابعه، كل الكلام ده هتلاقيه موجود ان شاء الله على الانستجرام. اي حد اخد الكورس وعنده اسئله يبعت لي، اي حد محتاج ان انا اتابع معاه واقول له حسن كذا، طور كذا، ظبط كذا، قول لي. اي حد محتاج مساعده في اي حاجه يقول لي. محتاجين ان احنا نتكاتف مع بعض ونطلع بجيل من صناع المحتوى قوي جدا. اتمنى ان الكورس ده ينتشر على قد ما نقدر. كورس مجاني وهيفضل طول عمره مجاني، واتمنى ان في يوم من الايام موازين القوة تتقلب وصناعة المحتوى بتاعت الوطن العربي تبقى صناعة قوية، تقدر تساعد من بيتك، تقدر تساعد بموبايلك، وما يبقاش الفكرة ان انت بتساعد النهاردة وبكرة والترند يروح. لا، دي قضية، فهي قضية مستمرة، والمرة دي ادعي لهم.